بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم مباراة الزمالك طبعا فاز على المصري 3 لا شيء. في مباراة الزمالك بصراحة لعب والمصري لعب، مباراة كانت كويسة، ولكن الحكم أفسد المباراة. الحكم أفسد المباراة. ضربة جزاء مليون 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 المية، مفيهاش كلام، مفيهاش كلام. مش عشان أهلاوي، والله أقسم بالله اللي انا شايفه من وجهة نظري ان دي ضربة جزاء لا خلاف عليها، ولكن الحكم انا مش شايف، انا مش موجود معاكم. يعني ما كلفش نفسه حتى يرجع للفار. تمام. ولكن هو ماتش حلو، بصراحة ماتش حلو، ماتش كويس، يعني شفنا إثارة، شفنا متعة. ولكن زي ما بقول لكم يعني الحكم أفسده بعد قرارات كتير. يعني ما مش فاهم هو معانا ولا مع حد تاني ولا مع مباراة تانية، مش فاهم بصراحة في ايه. ولكن انا معلش، انا مش بقول كده وربنا عشان خاطر، بس يعني برضو الناس الزملكاوية برضو ما تقولش لا ده بيقول كده عشان هو اهلاوي ولا عشان كده ولا اي حاجة. لا اقسم بالله، يعني الحق انا بقول الزمالك لعب ماتش كويس وماتش جامد، وماتش ولا اروع، يمكن يكون اروع ماتش وافضل ماتش الزمالك لعبه الموسم ده. ولكن الحكم افسد الماتش بضربة الجزاء بتاع المصري. لو حسبها يعني كانت هتبقى نقطة تحول في الماتش، نقطة تحول بمعنى الكلمة. تمام. ولكن يعني هي دي الكورة، والاخطاء واردة في كرة القدم وكل حاجة. ولكن يعني حاجة واضحة زي دي كان المفروض ان انت ترجع للفار. ارجع للفار وشوفها ايه المشكلة. حتى ارجع للفار عشان خاطر ما حدش يتكلم. ارجع للفار وما تحسبهاش، انت شايف ان هي ما تحسبش، ارجع للفار وما تحسبهاش. ايه المشكلة يعني؟ كلف نفسك وارجع بص عليها على الفار. هي بتاعت الزمالك فيها تسلل، مفيش مشكلة. بس عشان تقطع الشك باليقين، عشان تطلع تقول يعني انا بصيت في الفار وانا مش مقتنع ان دي ضربة جزاء، ومش مقتنع ان ديت يعني بتاع الزمالك برضو ان ديت يعني فيها تسلل. ولكن مش فاهم في ايه بصراحة. يعني من اول الموسم قلنا التحكيم ماشي كويس، التحكيم ماشي مظبوط، التحكيم ماشي عدل. ولكن لازم برضو يعني ينزل بكيرف كده، مش فاهم في ايه بالظبط. اتقوا الله، اتقوا الله واحكموا كويس. مش يعني مش ماتش الزمالك بس، لكل الماتشات امشوا كويس. نفسنا التحكيم ده يكون يعني في حتة تانية، افضل تحكيم يعني افضل دوري تحكيميا على مستوى القارة.